السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم. النهارده معانا فيديو جديد. عاملين بقى ايه؟ رز معمر. رز المعمر الفلاحي بقى على اصوله زي ما كنا بنعمله زمان كده في الفرن البلدي. نشوي الذرة، نعمل جنبه صينية بطاطس، نشوي بطاطا، حاجة كده بكل تركات واصول الرز المعمر الفلاحي بالظبط بالطريقة الاصلية للرز المعمر الفلاحي. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. اولا نسمي بسم الله. معانا هنا الرز اللي هنشتغل بيه. طبعا الكمية اللي انتوا حابين تعملوها. ممكن بقى انا عاملة مثلا الكمية دي ممكن تقسموها على 2 على 3 زي ما انتوا حابين. انا عاملة هنا 1.5 كيلو رز مصري عادي خالص، رز بتاعنا المصري ده 1.5 كيلو وزناه على الميزان. هياخد 1.5 كيلو لبن برضو، يكون لبن ايه بلدي كامل الدسم. يبقى انا معايا 1.5 كيلو رز و1.5 كيلو لبن كامل الدسم. هحط على الرز نص معلقة سكر ومعلقة ملح. الاساس هنا في وصفة الرز المعمر الملح مش السكر، لان ده رز معمر مالح، يبقى الاساس فيه ملح. هنحط معلقة ملح كبيرة على المقدار ده، معلقة هرمية كبيرة، ونص معلقة سكر بس او اقل من نص كمان، يعني لان السكر بس احنا بنحطه يعادل الطعم. وطبعا انا الرز المعمر لازم ابسه كويس بالسمنة البلدي، يبقى انا حطيت له معلقتين سمنة بلدي وبسيته كويس بالسمنة البلدي. يبقى انا حطيت له معلقة الملح، نص معلقة سكر، ومعلقتين سمنة بلدي، وغلفته كويس بالسمنة لحد ما الرز كله اتشرب من السمنة. وبعدين حطيت معلقة قشطة برضو حلوة بلدي وغلفته برضو بالقشطة. احاول كل خطوة اغلف الرز كويس بالقشطة وبالسمنة علشان تطلع معايا حباية الرز طعمها حلو وطعم السمنة والقشطة فيها باين، لان ده رز معمر فلاحي على اصل. بعد ما غلفته بالقشطة والسمنة هحط له اللبن انا ما بغليهوش يا جماعه. اللبن بتاع الرز المعمر الاصلي ما بيتغليش، المفروض اللبن بيتحط زي ما هو كده. بنكون جايبينه لبن بلدي نضيف. كل اللي بنعمله ان احنا بنصفيه بس، بنصفيه وبنحطه زي ما هو من غير غلية، لان الرز المعمر اللبن بتاعه لو اتغلى بيودي طعم الرز في حتة تانية، ما مش رز معمر. فاحنا بنحطه من غير غلية. انا هنا بحط كوباية مية علشان تساعد في سوى الرز. يبقى انا حطيت 1.5 كيلو رز، 1.5 كيلو لبن، كوباية مية. هقلبه كويس وهسيبه حوالي ساعة او نص ساعة على حسب ما انتوا حابين. انا هنا سبته حوالي ساعة. الرز يشرب من السمنة والقشطة واللبن كده علشان ايه؟ يعني الرز برضو ايه؟ يكون باش شوية، يعني خد شوية في اللبن، يقوم ايه يستوي معايا كويس، ما يبقاش فيه يعني حباية نية او كده يعني. هنا حطيت له، انا لما شفته لقيته محتاج كمان كوباية لبن. طبعا احنا لو مش متوفر بقى لبن ممكن نحط كوباية مية تانية عادي مش مشكلة، لان احنا حاطين له السمنة والقشطة بتاعته كويسة. فانا عندي اللبن حطيت كمان كوباية، يعني ايه زيادة اعدل للرز. بعد ما اتشرب شوية حطيت له كمان كوباية. بعد ما ارتاح كده حوالي معايا نص ساعة او ساعة، بحط له بقى ايه كوبايه اللبن زياده وحته قشطه على الوش كده علشان يدينا ايه وش حلو بقى، وش الرز المعمر الاصلي بقى على اصوله كده. طبعا انا عندي الفرن ده بسوي فيه الرز المعمر علشان يديني نتيجه حلوه. طبعا احنا كنا الاول بنسوي في فرن الطينه، ما عادش بقى فرن الطينه بقى، فده الفرن الصاج اللي هو فرن الغاز اللي بالانبوبه. فطبعا هسوي فيه الرز زي ما احنا شايفين بكل مراحله لحد ما ينشف معايا. وبعد ما ينشف هطفي عليه واسيبه في الفرن حوالي ربع ساعة كمان لحد ما يتردد ويهدى كده ويستوي. ما شاء الله عايزة اقول لكم الرز خطير وطعمه تحفة تحفة، يعني رز معمر على اصوله. شايفين الرز المعمر خرطة بخرطتها، ومع ذلك رز مفلفل وجميل، يعني حباية من اختها ما شاء الله. النتيجة ناجحة والرز طعمه تحفة. عايزة اقول لكم يعني مفيش عليه خلاف، ده الرز المعمر الاصلي على اصوله بكل حركاته وتكاته. جربوا الطريقه وقولوا لي ايه رايكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش في لايك وشير ودعوه حلوه. سلام عليكم.